تتفسح فين في بورسعيد في اجازة العيد مع عروض المصري الجزء الاول. يلا بينا نتفسح سوا. اول حاجة تاخد عربيتك او مواصلات وتنطلق الى شارع طرح البحر، الشارع الرئيسي في بورسعيد كلها او اجمد شارع في بورسعيد كلها. تطلع على شارع طرح البحر وتتمشى في زحمة العيد، تستمتع بالزحمة ووسط اهل بورسعيد وسط الزحمة. بعد ما تخلص تمشيتك على شارع طرح البحر تنطلق على المكان، تروح عند ماد كوب عشان تشرب اجمد ايس وايت موكا وتاكل اجمد كيك بلوبري. يلا بينا نجرب ونشوف هنطلب ايه النهارده من ماد كوب. دخلت مهات كابو، كان ما شاء الله زحمة جدا، ودي التلاجة فيها كل الديزرتس اللي تتخيلها، وكل الديزرتس عندهم جامدة جدا. قررت اجرب من عندهم لأول مرة البراونس، تمنها 60 جنيه. ده شكل البراونس، حجمها معقول جدا، عليها بولة ايس كريم وبيحط عليها دريزلينج نيوتيلا شوكليت. يلا بقى الموعد المنتظر، تيست البراونز، لان انا عاشقت البراونز فلازم تطلع بيرفكت. وفعلا يا جماعة طلع بيرفكت جدا، طعمها خطير، لازم تجربوه. وبما اني من عشاق البراونز جدا، فاكتر حاجة عجبتني فيه ان البراونز كان سكرها مظبوط، كان فيها نسبة الدارك شوكليت دي مع بولة الايس كريم، والكيكة من جوه طرية جدا، وكانت جاية سخنة قوي، فالسخن بطراوة ومش مسكرة مع بولة الايس كريم، فكانت عاملة ميكس خطير، وكانت من اروع البراونز اللي اكلتها في بورسعيد حقيقي. يعني نخش بقى على المشروبات عندهم جامدة جدا فوق ما تتخيلوا. انا اول مرة اجرب ميلك شيك بالبيستاشيو، هنجربه سوا. بصوا يا جماعة، طلع طعمه خطير وتقيل جدا، تمنه 65 جنيه ويستاهل التجربة. ده بقى ماي فيفوريت درينك، الايس وايت موكا. انا عاشقة للوايت موكا، وخصوصا بقى الايس عندهم خطيرة. دول 2 برودكتس جربتهم من عندهم. تجربة المشروبات عند ماد كاب يا جماعة خطيرة، ما ينفعش يجي بورسعيد من غير ما تجرب اي مشروب من عند ماد كاب، سواء ايس او هوت. خطير. خلصنا قعدتنا في ماد كاب وكانت قعدة جامدة جدا. يلا بينا نتوجه على وجهتنا التالية فين في بورسعيد. يلا بينا اقول لكم هنروح على فين. يلا بينا منطلقين الى وجهتنا التالية بعد ما كاب. يا ترى هتكون فين؟ يلا بينا نعرف. كافيه ليلى بيتش والسهرة حتى شروق الشمس. دخلنا كافيه ليلى بيتش عشان قررنا ان احنا نقعد لحد شروق الشمس على البحر، وفعلا الكافيه كان مش زحمة قوي، بس كان في ناس مستمتعين بالقعدة على البحر، الجو كان جميل جدا. جايبين اكل الساعة 5 الصبح، لقينا مطعم فاتح هنجربه لأول مرة. الدليفري الوحيد اللي لقيناه شغال. يلا بينا نجرب. احلى منظر ممكن تشوفوا مراكب الصيد وهي بتستعد ان هي تبدأ شغلها على بركة شروق الله. الشمس من احلى مكان في بورسعيد كلها. البحر يا جماعة، البحر وما ادراك ما البحر، والمتعة والقعدة قدام البحر. الله، متعة ما بعدها متعة لا يعرفها غير البورسعيدية. احلى قعدة دي ولا ايه؟ ما قاعدة اهي. وهنا وصلنا لشروق الشمس الكامل، وكان إضاءة الشمس علينا كده، كان المنظر تحفة، وكان الجو حلو قوي. بس فعلا كان لازم نقوم، لأن خلاص حرارة الشمس بدأت تسخن المكان، فتبقى تتحول من حاجة حلوة إلى حاجة وحشة، وخصوصا الحر والساونا اللي احنا فيها يا جماعة. الجو صعب قوي. خلصنا خروجتنا وبروجرام هايل جدا. لو عايز تقضي وقت ممتع جدا في بورسعيد، اكل شرب حلويات سهرة على البحر لحد شروق الشمس. يا رب يكون البروجرام ده عجبكم وبسطتوا جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وبروجرام جديد مع عرض مصر بورسعيد. يلا باي باي، اروح بقى بيتنا عشان انام. اخدنا العربية وما كانش ينفع تفوتنا تمشية حلوة في الصبح في شروق الشمس في الهدوء ده في العيد بالعربية، ومستمتعين بأغاني الراديو وأغاني العيد، ومستمتعين بالهدوء بتاع العيد وبهجة العيد اللي طالعة في شروق الشمس. وده كان يومنا من أول بدأنا لحد لما وصلنا واخيرا يا البيت. جماعة دخلت البيت الساعة
8. يلا باي باي، تصبحوا على ألف خير وسعادة، ودمتم في عيد وسعادة وهنا وسرور، ويا رب تكونوا مستمتعين بالعيد زي. يلا باي باي.